الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي مسلما، واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي الهادي، واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم آمين. بعد ساعات قليلة يهل علينا هلال شعبان. كنا قبل أيام نودع رمضان، وكنا نستقبل ربيع، ثم استقبلنا رجب، وها نحن نستقبل شعبان، وبعد أيام نستقبل رمضان. وأهل الله من الصالحين كانوا يستقبلون رمضان قبل مجيئه ب6 أشهر، ويودعونه بعد رحيله ب6 أشهر. يستقبلونه بدعاء ويودعونه بدعاء. يقولون قبل مجيء رمضان: اللهم بلغنا رمضان. ويقولون بعد انصرام رمضان: اللهم تقبل منا رمضان. وكانوا يقولون في أثناء رمضان: اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، وكما سلمتنا لرمضان فسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا. لذلك نحن في أيام خير وبركة. هنيئا لمن اغتنم هذه الأيام، ويا حسرة على من ضيع هذه الأيام. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. شهر رجب اللي هو آخر النهاردة شهر من الأشهر الحرم، وبعدين يأتي شعبان، وبعدين يأتي رمضان. بعض الناس يرددوا حديث رجب شهر الله، وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر أمة النبي. ده مش حديث، إنما كلام صحيح. رجب شهر الله لأنه من الأشهر الحرم، وشعبان شهر رسول الله. ليه؟ لأنه شهر الترضية، شهر التخلية، شهر التجلية، لأنه نزلت فيه آية الصلاة على النبي. وشهر رمضان شهر الأمة المحمدية، لأن الله أكرم أمة رسول الله بصيام رمضان. كانت قبيلة ربيعة العربية تعظم شهر رمضان، وقبيلة مضر العربية تعظم شهر رجب، فأكرم الله أمة رسول الله بهذا الشهر الفضيل المبارك. طب نعمل إيه بقى في الأيام دي؟ خلاصة القول بقى نعمل إيه؟ اللي داخل مشروع بيعمل دراسة للمشروع، اللي مسافر لبلد يعمل فيها بيعمل دراسة لهذا السفر. هاخد كام؟ هوفر كام؟ هصرف كام؟ طب احنا نعمل ايه في هذه الأيام؟ كيف نغتنمها؟ خذ الآية دي من القرآن الكريم واعمل بما فيها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى 3 تجارات رابحة: يتلون كتاب الله، أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. 3. من الآن
اعمل بهذه التجارات الرابحة التي لا يخيب المتاجر فيها، بل هو رابح، ليس فيها كساد. أول حاجة القرآن، أعط القرآن كلك يعطيك القرآن بعضه. كانوا زمان يقولوا لنا في الكتاب، سيدنا كده يقول لنا في الكتاب: اللي عايز الدنيا عليه بالقرآن، واللي عايز الآخرة عليه بالقرآن، واللي عايز الاثنين مع بعض عليه بالقرآن. ما كانش حيلتنا حاجة، فأغنانا الله بالقرآن وأكرمنا الله بالقرآن، وما تعلق أحد بالقرآن إلا وأكرمه الله. ما رأيت خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن، فطوبى لمن اتخذ القرآن خليلا. لصاحب القرآن ربحان كسبان، ليس في صحبة القرآن خسارة. انت بتقرأ كلام ربنا. لما سافرنا زمان الإمارات وقعدنا في حلقة تحفيظ قرآن، واحد زميلنا يا عم الشيخ عبد الله قال لي ايه؟ قال لي: سبحان الله، جعل الله رزقنا في طاعته. قاعدين في حلقة بنحفظ وناخد راتب آخر الشهر. الرزق في الطاعة. الإمام اللي قاعد في مسجده بيصلي رزق في طاعة. سيدنا اللي قاعد في الكتاب رزق في طاعة. وما فيش واحد يتعلق بالقرآن إلا وتلاقي ربنا يرقيه ويديله الدنيا تيجي تحت رجليه. اللي منكم من بلاد أرياف زي حالاتي يشوف كده سيدنا بتاع الكتاب، أولاده حالهم إيه؟ مش أولاده، أحفاده حالهم إيه؟ وأولاده أحفاده. تلاقي البيت مستور ببركة إيه؟ ببركة القرآن الكريم. اللي عايش مع القرآن سعيد. لذلك احنا بنقول للناس: زي ما بتهتم بتعليم ابنك اللغات ومدارس اللغات، خلي القرآن يزاحمه، خلي القرآن يزاحم الولد في حياته في وقته، يزاحم البنت في وقتها وحياتها. ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. أولادنا من طلبة الأزهر مخلص كلية طب الأزهر، تخصص في جراحة، وختم القرآن بالقراءات العشر، ويطلع الأول على العالم في القرآن. يبقى القرآن عطله عن دراسة الطب؟ أبدا. ده القرآن بيديله سعة في الوقت، بيديله بركة في الوقت، بركة في العمر. القرآن كله بركة. إن الذين يتلون، ما قالش حفظوا، ما قالش قرأوا، يتلون بالمضارع. كل ما يختم عايز يجيب ختمة تانية، كل ما يختم عايز يجيب ختمة تانية. ورأينا من أهل القرآن من يختم القرآن في كل 3 ليال ختمة، كل 3 ليالي ختمة. احنا قرأنا الكلام ده في الكتب. سيدنا قتادة بن دعامة ده صحابي، كان يختم القرآن في كل 7 ليال ختمة. وده كانوا مشايخنا يقولوا كده: من قرأ بال5 لا ينس. يقسموها كده على كلمة فمي مشوق، يوزعها كده من أول الفتحة من السبت للخميس، كل يوم 5 أجزاء. الجمعة الكهف، ويصلي على النبي، يختم كل أسبوع. فكان قتادة بن دعامة يختم القرآن في كل 7 ليال ختمة. فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليال ختمة. فإذا جاء العشر الأواخر من رمضان ختم في كل ليلة ختمة. وأنا رأيت من أهل القرآن رجل جاوز 90 من عمره، 95 سنة، وكان ورده كل يوم ختمة. يقعد كده يتسلى كده يدندن كده يختم ختمة كاملة. وأعظم ساعة تمر عليك أن تقرأ القرآن من حفظك وأنت تسير. اللي حافظ بقى يعرفها، يعرف معناها. بتسوق العربية ومعكش حد
جاي من المنصورة، جاي من طنطا، جاي من الصعيد، الأنيس بتاعك القرآن. الجزء يجيب الثاني، يجيب الثالث، يجيب الرابع، كنت تقرأ لك 10 أجزاء. والحافظ الماهر للقرآن اللي بيقرأ كده بالحد ربع ساعة، الجزء ياخد ربع ساعة، يعني الساعة 4 أجزاء، حوالي 8 ساعات تختم القرآن ختمة كاملة. وده من البركة، من بركة الوقت. يبقى يتلون كتاب الله، لهم حال مع القرآن، شغال مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. 2 وأقاموا الصلاة. ما تخليش المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح وانت مشغول، يقولها وانت في الجامع. كان لي صديق سوداني من الصالحين يقول لي ازاي استنى لما ربنا يقول لي حي على الصلاة، لازم اروح المسجد قبل الأذان. هو حاله مع ربنا كده، ما يناديش عليا. ازاي حبيبي ينادي عليا؟ انا اكون ملبي للنداء قبل ان ينادي بالنداء. لذلك كان اللي ينام منهم بالليل بعد العشاء يقعد يغني كده ويدندن ويقول يا صلاة الفجر عودي أنت أفراحي وعودي قربيني من إلهي في ركوعي وسجودي، في أنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك مما يذكر لسيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل شيخنا اللي تعلمنا على ايديه، يقول لنا ان كان في شاب من الصالحين، والشاب ده نذر نذرا، قال يا رب نذر عليا اقوم لك 40 ليلة، بس هعمل اتفاق معاك يا رب ان ده يبقى مهر واحدة من الحور العين. شاب ناصح شوية، مش عايز واحدة عينها خضرة وشعرها اصفر، لا لا لا، ده هو عايز واحدة من الحور العين. فقام يصلي كل ليلة، يصلي بالليل قيام الليل قيام الليل. في ليلة من الليالي 30 نام، هو نظر يقوم 40 ليلة، قبل ما يتم 40 ليلة نام عن ورده، فشاف واحدة من الحور العين، رأى طرفها بتديله ورقة رقعة، تقول له يا هذا أتقرأ؟ سمع صوتها اتجنن من حلاوة الصوت. أتقرأ؟ لها بلى، قالت له اقرأ. ادت له الرقعة، ففتح الرقعة فإذا مكتوب فيها أتخطب مثلي وعني تنام، فنوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. فقام انتبه من النوم وقال يا رب مش 40 إلى أن ألقاك أقوم الليل. خلاص، ما هو بقى ليس من رأى كمن سمع. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الصلاة أنس بالله، الصلاة أنس المشتاقين وروضة المحبين ورمز العبودية لله رب العالمين. وبعدين وأنفقوا مما رزقناهم. وسبحان الله آيات الإنفاق في القرآن يجي وراها على طول مما رزقناهم، يعني أنا بدي لك عشان تنفق، لكن احنا خايبين، يقول لك المال مالي، ده أنا جبته من عندي، أوتيته على علم عندي، يعمل زي قارون. يلا يا عم قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. وأنفقوا مما رزقناكم. هنعيش في الدنيا كم سنة؟ خليك تعيش لك 100، تبقى 100 لو عشت 100 سنة. طب عشت 100 سنة ولا حاجة بالنسبة لسيدنا نوح. بيقولوا له يا نوح الدنيا بالنسبة لك ايه؟ قال لهم زي الدار لها بابين، دخلت من باب وطلعت من التاني. اللي عاش اكتر من 1000 سنة. امال انت يا ابن ادم يا اللي من امة سيدنا النبي، ده انت مسكين، ده انت هتعيش لك 60 70 سنة ومع السلامة. اعمار امتي بين 60 و70، وهي اسباب. تلاقيه في كامل صحته شوية برد يموت، شوية صداع يموت، ينام ما يقومش. اسباب كلها اسباب.
تعددت الأسباب والموت واحد. فيقوم يقول لك أنت تنفق بقى، تنفق من اللي أنا اديتهولك. حتى شوف الآية بتاع سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، خلاص ملك الموت على راسك دلوقتي، تقول إيه بقى؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا رب سيبني شوية. ليه؟ عايز تعمل إيه؟ تصلي، تصوم، تزكي؟ لا، فأصدق، عايز أزكي وتصدق، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. لذلك الامتحان الحقيقي عند بلوغ المال النصاب وعند حولان الحول. خلاص النصاب وصل وحال الحول ومعاك المال في ايديك وعليك زكاة 10,000 جنيه. تقوم تقول يا ده كتير قوي 10,000 جنيه، ده ممكن اجيب بهم لحمة تكفيني بقية السنة، مع انهم ما يجيبوش حاجة دلوقتي. تقول كده. طب وبعدين؟ طب جرب بقى وطلع حق ربنا، واكتب عندك كده يوم 1 رمضان 1447 طلعت زكاة مال 10,000 جنيه. هيجي رمضان السنة الجاية أراهنك إنهم هيبقوا زيادة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عمر العبد ما هيبقى أكرم من سيده أبدا. المال مال الله، والجنة جنة الله، والموفق من عباد الله من اشترى جنة الله بمال الله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أنا المسكين الفقير أنا هقرض ربنا؟ أيوة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ عجبا لمن له مال ورب العزة يستقرضه. ذلك لما تروح المدينة المنورة دلوقتي، ربنا يوعدنا وإياكم، تلاقي عمارة كده واقفة في المنطقة المركزية وقف عثمان بن عفان من 1400 سنة، ولسه سيدنا عثمان له وقف. أيوة له وقف، لأنه أنفق ماله في سبيل الله. ربح البيع يا عثمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. احنا ركبنا الهم في مصر، اتجوزت وسددت القرشين اللي عليك، العيال. طب عايز اجهز العيال، جهزت العيال. شفتوا الطبيب اللي قاعد يعيط وعياله كلوا فلوسه. عيال ايه يا عم الحاج؟ والله العيال ما هتنفع. يوم لا ينفع مال ولا، ده ربنا اللي بيقول مش أنا، إلا من أتى الله بقلب سليم. تعيش في الدنيا معاك 3 حاجات: المال والعيال والعمل. تيجي عند باب الأب يدخل معاك حاجة واحدة ويرجع 2، يدخل العمل ويرجع المال والعيال. شوفنا في الفلاحين عندنا العائل يقول ايه؟ سيبونا ادخل مع ابويا. طب ادخل، يرجع بظهره يجري. ادخل فين يا عم؟ ادخل فين؟ ده القبر مخيف، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الدود. فاعمل لك خبيئة تقابل بها ربنا بينك وبينه، ما تقولش لمراتك ولا لعيالك. شوف لك واحدة أرملة، شوف لك عيل يتيم، شوف لك حد محتاج، اديله وقول له يا رب ده بيني وبينك محدش يعرفه الا انت، عشان لما اخش القبر لوحدي تنور لي قبري. هو ده المطلوب. الخبيئة. صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكأ. الصالحين ما سابوش لعيالهم مال كتير، لما سابوا لهم عمل صالح. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان، ما كانش أبوهم، ده كان جدهم السابع. يلا يا عم. صلاح الآباء ينفع الأبناء، وصلاح الأجداد ينفع الأحفاد. البذرة لو طيبة هتمتد لسابع حفيد.
يبقى 3 تجارات رابحة: تلاوة كتاب الله، إقامة الصلاة، الإنفاق في السر والعلن. لو عملنا كده يا مولانا ربحت التجارة وربح البيع وربح المكسب، وكنت في الجنة مع رسول الله. وصلت؟ صل على الحبيب. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وأحسن ختامنا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت الحسنى وزيادة. اللهم كن لنا عونا معينا وناصرا ونصيرا. اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا واجعله ميراثا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واكشف الهم عن المهمومين وأزح الغم عن المغمومين واقض الدين عن المدينين، واجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين، واحشرنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وشكر الله لكم حسن استماعكم.